مين هو لوسيفر وليه سقط، وايه اصلا النتائج بتاعت سقوط. في البداية يا صديقي هنلاقي في الكتاب المقدس إن الله خلق كل شيء صالح، ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن وجيد في تكوين 31:1. ده بيدل على إن الشر ما كانش جزء من الخليقة الأصلية. دخول الشر لعالم البشر، الشر دخل العالم من خلال اختيار الإنسان الحر لما أغوى الشيطان حواء وآدم فخالف وصية الله لما قال لهم من جميع الشجر جنة تأكل، وأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. ده في سفر التكوين. دي كانت بداية الخطية. أما بقى على مين هو لوسيفر؟ لوسيفر هو الاسم اللي بيستخدم للإشارة للشيطان، بس ده قبل السقوط. الاسم نفسه بيعني حامل النور أو نجمة الصباح. ده بيشير إلى مكانته العالية بين الملائكة، زي ما اتقال في أشعياء: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. النص ده بيتكلم عن كائن ملائكي متمرد حب إن يرفع نفسه فوق ربنا. أما بقى عن أسباب السقوط نقدر نقول الكبرياء والطموح الزائد. لوسيفر حب إن يعلي نفسه وياخد مكان الله، زي ما اتقال في أشعياء 14: وأصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. أما بقى عن نتائج السقوط، قبل النتائج بتاعت السقوط ما تنساش الاشتراك واللايك والشير الجميل بتاعك اللي طبعا انت مش هتعمله. نرجع تاني بقى لنتائج السقوط. 1. اطرد من السماء فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض. ده في سفر الرؤيا 12:9. الشيطان مبقاش ليه مكان في السماء بعد تمرده على ربنا. أما 2. جلب الشر إلى الخليقة. بعد سقوط لوسيفر بقى يعمل ضد خطة ربنا ويحاول إفساد الخليقة. أغوى الإنسان في جنة عدن مما أدى لسقوط البشرية. يعني ببساطة هو لوسيفر لو ما كانش وقع، ما كانش حصلت الخطية الأساسية، ما كناش دلوقتي زي ما احنا موجودين دلوقتي. الملائكة زي البشر ربنا خلقهم بقدرة على الاختيار الحر. بعض منهم اختاروا التمرد زي ما عمل لوسيفر، وغيرهم اختاروا البقاء مخلصين لربنا زي ما اتقال في يهوذا 6:1: الملائكة الذين لم يحفظوا رؤسائهم بل تركوا مسكنهم. احنا كده بقى عرفنا مين هو لوسيفر وليه سقط وايه النتائج اللي حصلت بسبب السقوط بتاعته، اللي هو احنا كلنا في العالم. اما كحاليا الشيطان هو رئيس القوى الشر، لكنه بيعمل ضمن حدود معينة تحت سيطرة الله، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. بطرس 5:8. بس تعرف إن الشيطان ده ليه نهاية؟ في سفر الرؤيا بيقول إن الشيطان هيطرح في بحيرة النار والكبريت، وهناك هيكون عقابه الأبدي. النور دايما بينتصر، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. الرؤيا 10:20.